ازيكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده هعلمكم طريقه ان انتوا ازاي تقدروا تعملوا تعديلات في السيشن وفي نفس الوقت تكونوا محتفظين بنفس النسخه، بحيث ان انتوا ما تبوظوش اي حاجه في السيشن بتاعكم. يعني ده سيشن انا شغال عليه دلوقتي وعايز ان انا اجرب افكار جديده فيه. فبكل بساطه خالص هدوس على السهم بتاع الارينجمنت ده وادوس كلون. هو بيسالني الاسم ايه فهقول له اوكي اي حاجه عادي. دلوقتي انا بقيت في ارينجمنت 2 ودلوقتي قادر ان انا اعدل اي حاجه. يعني مثلا عشان اوريكم الفرق همسح مثلا الجزء ده من دي، هرجع لارينجمنت 1 هلاقي ان نفس الحاجات موجوده ما اتغيرتش، ولكن هنا قدرت ان انا امسحه. والتريك دي بكل بساطه بتساعدني ان انا اجرب افكار في نفس الوقت اكون محتفظ بنفس السيشن. ما اضطرتش ان انا اعمل سيف از للسيشن جديد واقفل وافتح ما بينهم، لا هو نفس السيشن انا بجرب فيه وبغير وارجع تاني لنفس الاصل بتاعي من غير ما اقفل وافتح البرنامج. في حاله لو انا عايز افتح ارينجمنت فاضيه هجرب فيها فكره بسيطه، مثلا بدوس اد 1 هنا، فادوس له يس بعد كده واسميها 3 مثلا، هي بتكون فاضيه كده، فقادر ان انا اروح لارينجمنت 1 ومثلا عايز السيكشن ده كده ان انا اجرب الحاجات دي كده ان انا اغير فيها او العب لعبه مختلف. فاول حاجه اعملها ادوس كنترول شيفت واعمل سيلكت، بعد كده كنترول سي عشان اعمل كوبي، بعد كده هروح لارينجمنت 3 الفاضيه، بعد كده اقف على بدايه المزور وادوس كنترول في. هو خلاص كده انزلهم ليا وقادر ان انا اعدل عليهم بحيث ان انا اغير الافكار، ولو عجبتني الفكره ممكن اخدها واحطها مكان التانية عادي جدا. وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب ولايك وتشير الفيديو مع حد من صحابك يكون مهتم بنفس الموضوع. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.